دي وصفة حلوة قوي للوراك المخلية. الأول كده بجيب عندي في الكبة طماطمتين وسط، بصلتين وسط، فلفل أخضر، فلفل أحمر اللي موجود عندكم، ربع كوباية من الزيت، ملح، فلفل، البهارات اللي بتحبوها، معلقتين من الصلصة. بجيب عندي الكلام ده كله في الكبة، وبجيب عندي الوراك المخلية، وبروح طبعا بنقول للراجل عايزين حمام كداب، بيخلقوا الفراخ حمام كداب، وبجيب عندي التتبيله دي وبتبلها بيها وبركنها على جنب. ده الرز بتاعي عباره عن بصلايه مبشوره، معلقه من الزبده، معلقه من الزيت. الرز المصري بتاعنا كوبايتين، بقلبه مع معلقه صغيره من القرفه وبقلب كويس. دي بقيه الخلطه عباره عن معلقه كبيره من البصل المبشور وطماطم مبشوره، وبقلبهم كده مع بعض، مكعب ماجي وملح وفلفل، وبنزل عليهم بكوبايه من الميه، طبعا ما بتغطيهاش، 3/4 سوا، واسيبه يتهوى شويه. واجيب عندي الوراك بعد ما تبلتها شويه، بجيب عندي الرز بعد ما برد وبلفها رول، وبقفل كده بالخله زي ما انتم شايفين. دي اسهل طريقه للحمام الكداب. هيطلع معاكم الرز مفلفل ما شاء الله، ومفيهوش تعب ولا مجهود، بالخله. وبقفل كده، بلف رول وبقفل اي حته مفتوحه بكل سهوله. صينيه فيها نقطه زيت، وبلف بحط عندي الوراك برصها زي ما انتم شايفين كده. بقيه الخلطه بحطها عليها معلقتين من الزيت وربع كوبايه من الميه المغليه. انا ما بغطيهاش، بدخلها الفرن كده ساعه ونص، ساعتين الا ربع، تطلع بالشكل القمر ده. لو الوصفه بقى عجبتكم، لايك وشير واشتراك في القناه.